السلام عليكم. نزلت السوق عشان أجيب فسيخ، لقيت الأسعار صعبة جدًا، قُلت لأ لازم أجيبه كده وأروّح أعمله في البيت بكل شطارة. يالّا بقى معايا شوفوا الفيديو للآخر، ولو لسه ما عملتوش الفسيخ بتاعكم تعالوا نشوفوا الطريقة وإزاي يطلع معاكم مضبوط. لو أول مرّة حتى تعمليه إن شاء الله هيطلع يضبط معاكِ لو مشيتِ على كل خطوة قُلت لِك عليها. لو أول مرّة تشوفوا قناتي أنا شيماء حمدي، ما تنسوش تحطوا لي اللايك والاشتراك في القناة. يالّا بينا. أول حاجة جبت كده 2 كيلو وربع من البوري وتنزّليهم كده في الطبق بتاعِك أو الصينية وتبتدي تغسليهم كويس أوي، لإن بيبقى جاي من برّه عليه كده أتربة وقشر وحاجات كده مش كويسة خالص، والخطوة دي مهمة جدًا عشان بعد كده مش هينزل عليه نقطة مَيّة بعد الغسيل. عايزين بقى أول حاجة نغسله كده وبعد كده ما عادش هنجيب عليه نقطة مَيّة واحدة، زي ما أنتم شايفين ما شاء الله بيلمع إزاي، نضيف جدًا. بعد كده هتجيبي بَكَرة مناديل كده وتبتدي تشتغلي بيها. لو ما عندكيش مناديل أو مش متوفر عندِك ممكن فوطة كده مخصصاها للأسماك مثلًا وتغسليها وتخلّيها على جنب، لإن بيبقى برضه يعني الريحة بتاعتها لسه موجودة فيها شوية، لكن المناديل حلوة ليه؟ لإن بتتخلّصي منها أول في أول. مناديل البقرة دي حلوة باستخدمها كلّها يعني على تنشيفه. أبتدي أجيب الصينية بتاعتي أو الطبق بتاعي وأفرش كده طبقتين من المناديل كده عشان أبتدي أحط عليها أي سمكية أخلّصها. بعد كده باخد واحدة بواحدة وابتدي أنشّفها كويس جدًا، مش عايزة فيها نقطة مَيّة زي ما أنتم شايفين كده، والخطوات دي لو مشيتوا عليها صح ما بتطلعش معاكِ ولا بايظة من جوّه ولا تدوِّد معاكِ ولا أي حاجة خالص، بيطلع معاكِ الفسيخاية مضبوطة، بس امشي على التفاصيل بالضبط زي ما باقول لِك عليها. وأنتِ بتنشّفي كده حاولي برضه الخياشيم تدخّلي فيها الخطوة دي مهمة جدًا بتاعة الخياشيم، أنا مش عايزة فيها المَيّة خالص، وطبعًا وأنا باغسلها لازم أدخّل المَيّة فيها عشان لو فيها أي حاجة مش نضيفة بانزّلها طبعًا في المَيّة وأنا باغسلها. وبعد كده طبعًا الخطوة دي الفسخانية برّه ما بيعملوهاش كده، لأ، عشان بيعملوا كميات طبعًا، فما بيعملوش الطريقة اللي إحنا بنعملها، الطريقة دي بيتي، عشان كده لازم تمشي على تفاصيلها مضبوط، مش هيقعدوا يمسكوا برّه سمكاية، سمكاية ينشفوها، لكن إحنا عندنا في البيت الوقت لإن أنتِ بتعملي كمية مش بتعملي بقى زيّهم كده كميات رهيبة بقى لأ، بتعملي كمية بسيطة فتقدري تتحكمي في ده. وبعد ما تنشفيها كويس وتتأكدي إن أنتِ نشفتيها من فوق ومن تحت وجوّه الخياشيم كويس، تبدئي تحطي منديلين كده كويسين كده جوّه الخياشيم بتاعتها، وتركنيها على جنب. طبعًا المناديل تقعد تمتص أي مَيّة جوّه في الخياشيم، عقبال ما تخلّصي بتكون نشفت تمامًا وما عادش فيها ولا نقطة مَيّة. بس كده زي ما أنتم شايفين، وبرضه لازم تمسكي السمكة بتاعتِك وتدلّكيها من فوق ومن تحت عشان تطلع معاكِ ما شاء الله طرية جدًا. بعد ما يتملّح كده بيطلع ما شاء الله اللحم بتاعه كده ناعم كده وجميل، زي ما أنتم شايفين في الفيديو كده. وطبعًا في خطوة مهمة جدًا في الديل لازم تبدأوا كده تعملوا له زي مساج كده وتبدأوا تضغطوا عليه من تحت عشان ما يطلعش ناشف معاكم، بتبقى البوراية كلّها مضبوطة إلا الحتّة اللي تحت دي الديل ناشفة. ليه؟ لإن لازم تضغطي عليها بصابعِك كده من فوق وتحت وتدلّكي كل سمكة لوحدها. وطبعًا الخطوة دي هابتدي أعملها في كل سمكة منهم، طول ما أنا ماسكاها كده أدلّكها وابتدي بقى أتنّيها شوية كده وأنشّفها من فوق ومن تحت أحُط في كل خيشوم قطعة من المناديل كده. زي ما أنتم شايفين. ولو عندكم بقى شباك جاي لكم منه هوا كده، تبدئي تحطيها ممكن ما تستغني مثلًا على المناديل اللي جوّه الخياشيم دي، وتحطيها على مصفى كده وتقلبيهم، يعني وش السمكة لتحت، وتبدئي تحطيها تحت الشباك كده بحيث الهوا ييجي لها من جميع النواحي، وكمان هي في المصفى بيصفّى أي سوائل منها من المصفى على طول. لو ما عندكيش خطوة المناديل دي سهلة جدًا، وعايزة أقول لكم بتسهّل عليكِ وقت جدًا. وبعد كده سِبتهم نُص ساعة تحت المروحة كده، فتحت عليهم مروحة كده لوحدهم، وتخلّي بالِك مش عايزة أي حشرات تيجي عليهم. وبعد كده لغاية زي ما أنتم شايفين سِبتهم نُص ساعة نشفوا جدًا وما عادش فيهم أي مَيّة. بعد النُص ساعة حبيت أوريه لكم يعني، عايزة أقول لكم البقرة خلّصتها عليهم ما استخسرتش خالص أي منديل، وجِبت كده آخر منديل وعايزة أوريكم أمّا حطيته عليهم ما فيش ولا نقطة مَيّة فيه، يعني كده أنا اتأكدت اللي هُم اتهوّوا تمامًا ونشفوا جدًا. هابتدي بقى الخطوة اللي بعدها، هابتدي بقى إيه، أشيل كل المناديل دي ونبدأ نحضّر بقى الملح بتاعنا. النهارده لازم تجيبي بقى ملح كده، الملح اللي هو الخشن من عند العطار طبعًا ماهوش غالي، الملح ده أحسن ملح تملّحي بيه البوري بتاعِك، ما بيدّيكيش الحُدوقية الجامدة وما بياكلش البوراية بتاعتِك أو السمكية بتاعتِك ما بيخلّيهاش تتهري. الملح الناعم هو بيخلّي الفسيخ بتاعِك يتهري كده وممكن يبوظ معاكِ. الملح الخشن ده حلو جدًا بيملّح
وما بيهريش معاكِ السمكة خالص. هابتدي بقى أجيب كوباية من الملح الخشن كده، وهانزل عليها بمعلقتين ونُص من الشطة، ومش هنزوّد أي حاجة تانية خالص. دي الخلطة اللي باعملها للفسيخ بتاعي من سنين، مُعتمداها والله يا بنات. باعملها وبيطلع معاكِ حلو جدًا، ريحة وطعم حاجة كده خيال جدًا. هابتدي بقى بعد ما حضّرت الحشوة اللي أنا هاحطها، يعني الملح والشطة بس، ومش هاضيف أي حاجة تانية خالص. وممكن لو عُزتِ كمان تزوّدي، لو أنتِ جايبة يعني كمية طبعًا أكتر من كده، فتزوّدي ملح وشطة تبع الكمية الموجودة عندِك. الكمية دي مناسبة ليّا، وكمان يا بنات أنا زوّدت عليهم نُص كوباية من ملح كمان، ومعلقة شطة ونُص كده عليها. بس إيه، حبيت أعرّفكم بس. وبعد كده شِلت كل المناديل اللي أنا كنت حاطاها تحت السمك كده بتاعي، أو جوّه الخياشيم بتاعته، وهابتدي بقى إيه، أحُط كل السمك بتاعي في طبق واحد أو صينية كده واسعة مفرودة، بحيث تسهِّل عليّا اللي أنا أقدر يعني إيه أملّحه كويس، وما اقعدش أتعب يعني ويوقّع الرخامة وكده. الطريقة دي سهلة جدًا. تقدري تحُطّي كده الملح والشطة بتاعتِك في الخياشيم. عايزة أقول لكم لازم تملوا الخياشيم وما تخافوش من الخطوة دي. لازم تملوها على الآخر بحيث تبقي شايفاها كده إيه، مش نافع أي حاجة تتحط زيادة، عشان الطريقة دي بتخلّيه يمتص الملوحة بتاعته. وما تخافوش، الملح الخشن مش بيحدّقه معاكِ خالص. ولسه هاقول لكم على كام يوم تسيبوه، يعني يطلع معاكِ الحدقية بتاعته مضبوطة. زي ما أنتم شايفين، حتى أمّا بيقع منِّك ملح وشطة بينزل على السمك اللي تحتيها كده، فبياخد منها لون كده، ومش بتهدري أي حاجة خالص، فبتبتدي تستفيدي من كل حاجة. وعايزة أقول لكم اللي بيقع جوّه الصينية ده في الآخر برضه باضيفه عليه لمّا آجي ألفّه في الأكياس بتاعته، بابتدي أضيفه عليه، يعني مش بترمي الملح ده ولا أي حاجة خالص. وهاكمّل بقى بنفس الطريقة في كل الخياشيم بتاعة السمك بتاعي زي ما أنتم شايفين. ولو لسه مكمّلين معايا الفيديو لغاية دلوقتي وما حطيتوش اللايك، يا ريت تنزلوا تعملوا اللايك وتطلعوا تكمّلوا الفيديو تاني. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة، يا ريت تشتركوا عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بانزّله. وكمان تفعّلوا زر الجرس، عشان زر الجرس ده بيدّيكم إشعار أول ما بانزّل فيديو جديد، يعمل لكم إشعار على شاشة التليفون بتاعتكم عشان تبدأوا تشوفوا الفيديو الجديد لو أي وصفة جديدة نزلت بإذن الله. وما تنسوش كمان تكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا جبتوا فسيخ، الاسعار اللي انتوا جايبين بيها عامله ازاي. ولو لسه هتعملوا بقى قولوا لي الطريقه لو عجبتكم وكده، وباذن الله تجربوها وتعتمدوها باذن الله. بعد كده نكمل الخطوه اللي بعدها. بعد ما خلصت كل الفسيخ بتاعي، بدات اجيب بقى، تجيبي كيس كده كبير كده ونضيف، وتبتدي تنزلي شويه كده من الملح والشطه في الارضيه الكيس من تحت، وتبداي تجيبي الفسيخ بتاعك. الخطوه دي مهمه جدا يا بنات، عشان بتخلّي كده من تحت ومن فوق الملح كده يحفظه من جميع الجوانب. وتبدئي بقى ترصي الفسيخ بتاعِك. الرص برضه مهم جدًا، تخلّي الراس من ناحية والديل من ناحية، بحيث أمّا تيجي تلفّيه يبقى مضغوطين كويس مع بعض. مش يعني الريوس لو هي جنب بعضها مش هيبقوا يعني، لمّا تيجي تلفّيه كده مش هيبقى مضبوط، لأ كده بيخلّي الفسيخ كلّه ياخد كده من بعضه ويتملّح كويس. وتبدئي بقى تجيبي آخر كمية كده وتكبّيها عليه من فوق، بحيث الجناب ومن تحت ومن فوق والخياشيم كلّه فيه. خلاص كده مضبوط. وتبدئي بقى تطلّعي الهوا، أي نقطة هوا من الكيس كده، وتتأكدي كويس إن ما فيش هوا، لإن الهوا دوًّا هو اللي بيخلّيه يبوظ معاكِ وممكن يدوّد كمان. فطبعًا خسارة جدًا اللي أنتِ بعد ما تتعبي التعب ده كله والتكلفة دي كلها ويروح منِّك كل ده في الهوا كده، لأ. لازم تطلّعي خطوة الهوا ده كويس جدًا، وتشدّي أكياس كده عليه. وبعد كده تجيبي السولوتيب. السولوتيب ده حلو أوي وباستخدمه على طول. كل سنة أمّا باجي أملّح بيخلّيكِ متأكدة إن الكيس ما دخلش فيه ولا نقطة هوا. تقعدي بقى تلفّي كده وتشدّي بحيث يبقى السمك كده مشدود كويس جدًا. وهاورّيكم الشكل ما شاء الله في الآخر، يعني تحسّي اللي هو قطعة واحدة. حتى أمّا بينزّل المَيّة بتاعته وكده في جوّه الكيس بيبقى متماسك، يعني متأكدة إن ما فيش أي حاجة دخلت له خالص. وهاعمل الخطوة دي زي ما أنتم شايفين كده وتلفّيها كويس جدًا. وهاعمل نفس اللي عملته ده في الخطوة التانية. أنا هنا حطيت 3 بس، وهابتدي أقص بقى بعد ما ألفه كويس زي ما أنتم شايفين قطعة واحدة كده. كده متأكدة إن ما عادش أخاف عليه من أي حاجة خالص. وزي ما أنتم شايفين كده هاخد الملح والشطة اللي كنت في الصينية بتاعتي، وهابتدي أحطهم برضو في أرضية الكيس. وهابتدي أرص برضو السمك بنفس الطريقة، واحدة الراس من ناحية والديل من ناحية وهكذا، عشان يبقى عكس بعض كده. وهابتدي برضه آخر حبة مش هاجيب ملح تاني، لأ اللي واقع ده كله هابتدي أنزّله كده فوقيهم. وبكده الكمية كلها يعني بقت مضبوطة معايا وما هدرتش أي حاجة خالص. لو أنتِ بتعملي كده من غير الصينية أو كده اللي أنا وريته لكم،
بيبتدي يقع منِّك كتير على الرخامة وفي الآخر بيترمي كل الكلام ده. فبالطريقة دي بنحافظ على الإمكانيات بتاعتنا من غير أي هدر. زي ما أنتم شايفين خطوة الهوا دي أنا بأكد لكم عليها، لازم تخرّجيه كويس بحيث ينجح معاكِ، عشان بعد كده ما ترجعوش تشتكوا بقى اللي ممكن يكون باظ معاكم أو ولا أي حاجة خالص. الطريقة دي بتطلع معاكِ ناجحة جدًا، بس امشي على التفاصيل مضبوطة. وعايزة أقول لكم أنا عملته معاكم السنة اللي فاتت، وطبعًا اتأخرت، يعني كنت عملت الفيديو واستنيت عشان أوريكم النتيجة، فطبعًا فتحته قبل العيد بيوم، آخر يوم في رمضان، فطبعًا الفيديو اتظلم جدًا وما حدش شافه، يعني المشاهدات بتاعته كانت ضعيفة مع إنه النتيجة بتاعته هايلة جدًا. لو حبيتوا ترجعوا له موجود على القناة برضه، الطريقة بتاعته تحفة وهتشوفوا النتيجة بدري يعني، لأن النهارده حبيت بقى أعمله وأنزّل لكم الطريقة بحيث تعملوه معايا، وبإذن الله نستنى كلنا النتيجة. يعني أنا عاملاه يوم التلات، وهابتدي إن شاء الله هاسيبه وهاعدّي كمان 5 أيام، يعني مش هافتح عليه 5 أيام، طبعًا عشان هو مش حجمه كبير، كل ما حجمه يبقى أكبر كل ما تسيبيه. يعني أنا عايزة الملوحة بتاعته مضبوطة، ولا هو دلع ولا هو مالح جدًا، فباقعّده 5 أيام. طبعًا عايزاه نسبة الحدوقية بتاعته باينة، تقعّديه 8 أيام ل10 أيام، دي حاجة ترجع لِك، لكن المضبوط 5 لإن هو حجمه برضه مش كبير، فما تزوديش عليه عن 5 أيام ونبتدي نفتحه مع بعض. فبعد ما عملته ولفيته معاكم حبيت أورّي لكم النتيجة عشان أمّا نيجي نفتحه إن شاء الله في الفيديو الجاي مع بعض وتشوفوا النتيجة مضبوطة. ولو حابين تشوفوا النتيجة مضبوطة بتطلع معايا إزاي كل سنة، ارجعوا للفيديو بتاع السنة اللي فاتت برضه عاملاه معاكم، مع إنه اتظلم والله في المشاهدة، بس هو تحفة ورائع جدًا يعني، ما حدش بياكله عندي أو يشم ريحته كده إلا لمّا يسألني عاملاه إزاي. زي ما أنتم شايفين كده، بعد ما لفيته كمان في كيس كمان وقفلت عليه كويس، تبدأي تحطيه في علبة كده محكمة. وعايزة أقول لكم باسيبه في العلبة ما باحركوش على جنب كده، وابتدي أقلبه يوم عن يوم، يعني اليوم ده النهارده عدّى، تاني يوم أقلبه الناحية التانية، أشيل الكيس كده وأقلبه الناحية التانية، بحيث النهارده يوم وبكرة يوم لغاية ما يعدّي ال5 أيام، وأقفل عليه وتفتحي بعد 5 أيام وبإذن الله هاوريكم النتيجة. وبكده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يعجبكم وتستنوا معايا النتيجة واستنوني الفيديو الجاي، ومع السلامة.